اوقات كتير بكون شغال في برنامج وورد ويبقى عندي كلمه عاوز استبدلها بكلمه تانية، وتكون الكلمه دي متكرره كتير، فبدل ما اقعد استبدلها كلمه بكلمه او مره بمره عايز استبدلهم كلهم مره واحده. في طريقه سهله جدا اني بحدد الكلمه اللي عايز استبدلها، زي كلمه الكتب دي عايز اخليها كلمه الكتاب، واقوم رايح تابوب هوم واضغط على فايند، او اضغط على كنترول وحرف الاف، فبيقوم جاي لي الكلمه اللي انا ببحث عنها ويقول لك هي متكرره كم مره، فاقوم قايل له ريبليس، طبعا هو هنا ظلل الكلمه، اقوم قايل له ريبليس اللي هي استبدال، فيقوم جاي لي شاشه موجود فيها هنا الكلمه اللي انا هستبدلها، واقوم كاتب تحت الكلمه اللي انا عاوز استبدلها بيها، اخليها الكتاب، واقوم قايل له ايه ريبليس اول، قال لك انت استبدلت 11 كلمه، اقوم قايل له يس. ابص هنا الاقي كلمه الكتب كلها بقت الكتاب، وانا مخليها لكم باللون الاحمر عشان تبقى واضحه ايه قدامنا.